السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا تالتة اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بإذن الله هنراجع مع بعض فرع الهندسة. أكتر أسئلة في الامتحانات بتتكرر. على فكرة أنا دلوقتي فاتح الملف ده بتاع محافظات السنة اللي فاتت. أنا هحل معاك كل الأسئلة المتكررة في الامتحانات. فأنا مش هحل معاك محافظة كاملة، المقصود اللي أنا هحل معاك يعني طبعا في السؤال ده مثلا اتكرر في المحافظة اللي وراها فمش هحله تاني، فيعتبر أنا هلف لك على كل مسائل الهندسة اللي بتيجي في الامتحانات إن شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأولاني ده بيقول لك ألف جيم قطر في الدائرة ميم. طيب ألف جيم ده أنا قلت لك ده يا معالي الباشا ده المفتاح التاني. القطر ده تستفاد منه حاجتين، يا اما هيقسم لك الدايره 180 درجه، ده عامه مش شرط في السؤال ده، انا بتكلم عامه. يا اما القطر هيقسم لك الدايره نصين، فالنص ده القياسي لقوس ا ج ده ب 180 درجه، يا اما ان في زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه. مثلا لو القطر اسمه ا ب ايا كان هيبقى الزاويه اسمها، حط حرف في النص بس، الزاويه اسمها ا ج ب 90 درجه. كل بنقول عليها زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه. الراجل قال لي ا ج ده قطر، ا ب مماس. المماس طبعا معالي الباشا انت عارف ان هو بيكون ايه؟ بيكون عمودي على نصف القطر، فبالتالي زاويه الالف بكام؟ ب 90. بالله عليك ركز في طريقه حل للبرهان، مش المساله نفسها بس، لا انا باخد كل معلومه بحاول استفاد منها قدر الامكان. انا مش ساحر، ولا اللي هو مش سحر هو عشان احل البرهان على طول. الفكره كلها المعلومه اللي بيدهاني بستفاد منها في كذا، ففي الاخر بعرف اوصل اللي هو عايزه. ب ج تقطع معرفش ايه، م ه هنا عمودي على د ج، يعني زاويه اله بكام درجه؟ زاويه اله ب 90. اقرا كده، يقول لك اثبت ان الشكل ا ب ه م، الشكل ده كده بيقول لي اثبت لي ان هو رباعي دائري. طيب ايه خواص الرباعي الدائري الاول عشان نكونوا فاهمين؟ اول حاجه ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. يعني لو لقيت يا عم الحاج ان في زاويتين في وش بعض مجموعهم 180، كده انت اثبتت ان الشكل رباعي دائري. طب ما انت عندك زاويه ا اهي في وشها زاويه ه، لو جمعت 90 زائد 90 يديك 180 ولا لا؟ فعلا، يبقى احنا اثبتنا ان الشكل ده رباعي دائري. تاني حاجه ان الزاويه الخارجه بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. يعني ايه؟ تعالى كده نشوف الكلام ده هنا. بص يا سيدي، انا عندي شكل اهو، الشكل ده رباعي دائري. طيب الزاويه دي كده زاويه خارجه عن الشكل الرباعي الدائري، فقال لي هي بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها، يعني عد القلم 3 مرات. ادي زاويه ادي الشكل ده ا ب ج د ودي ه، فانت عندك قياس الزاويه الخارجه اللي هي ا ب ه اهي، مالها؟ بتساوي مين؟ عد بالقلم 3 مرات بس من اول ب اللي جوه، يعني انت ب دي خارجه، خلاص عد من اول ب اللي جوه، 1 2 3، يبقى هي قد مين؟ يبقى هي قد د. فمثلا لو ا ب ه دي وليكن ب 100 درجه، يبقى د هي كمان بكام درجه؟ د هي كمان ب 100. ودي كده الخاصيه الثانيه. يبقى انت عندك اول خاصيه ان كل زاويتين في وش بعض مجموعهم 180. تاني خاصيه ان قياس الزاويه الخارجه بيساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. تالت حاجه ان في زاويتان، الخاصيه الثالثه زاويتان على قاعده واحده وفي جهة واحدة متساويتان في القياس. ما معنى هذا الكلام؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك القاعدة وليكن ب ج، ب أ ج اللي هي الزاوية دي، ب أ ج، حلو، بدايتها ب ونهايتها ج، صح؟ تمام. أختها من على نفس القاعدة ب د ج، ب د ج نفس الفكرة، بدايتها ب ونهايتها ج. يبقى انت عندك ب أ ج هي ب د ج،
فدول كده بنسميهم ايه؟ زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة متساويتان في القياس. دول كده الثلاث خواص بتوع الرباعي الدائري. فانت لو اثبتت في اي شكل ان خاصية فيهم، ان انت كده اثبتت الشكل ده رباعي دائري. بالنسبة لمسألتنا هنا، احنا اثبتنا ان في زاويتين في وش بعض 90 زائد 90 مجموعهم 180، يبقى احنا اثبتنا الخاصية الاولى، يبقى انت كده اذا الشكل رباعي دائري. حاجة تانية، الراجل بيقول لك ده الجيم ده ب7، ده الجيم ده شايفه ده ب7. طيب عايز ايه؟ بيقول لك عايز طول ده له، عايز طول ده له. طيب انت عندك، مش انت عارف ان طالما عمودي يبقى في المنتصف؟ يعني ده له قد مين؟ ده له قد ه ج. فلو ده كل ده ب7 يبقى ده له ده هيكون ب3.5 وكذلك ه ج ب3.5. شكرا، كده المسألة خلصت. تعالى بقى نكتب البرهان بتاعنا. بما أن أ ب مماس للدائرة عند أ، بما أن أ ب مماس، طالما مماس يبقى إيه؟ يبقى عمودي، يبقى أ ب عمودي على نصف القطر اللي هو أ م. حاجة تانية، أنت قايل لي يا عم الحاج بما أن م ه عمودي على ب ج، م ه عمودي على ب ج، يعني كده أنت استفدت إن زاوية اله بكام درجة؟ زاوية اله ب90 درجة. يبقى إذا أنت لما تيجي تجمع الألف اللي هي أثبتها اللي هي ب90 وتجمع اللي في وشها اللي هي م ه ب أو م ه د أيا كان، 90 زائد 90 ب180، يبقى أنت كده أثبتت الخاصية الأولى في الرباعي الدائري إن كل زاويتين في وش بعض متكاملتين أي مجموعهم 180 درجة. يبقى إذا الشكل أ ب ه م رباعي دائري. المطلوب الثاني بيقول لي طالما ان ده الجيم ب7 فعايز يعرف ده اله. مش انت قايل ان م ه عمودي على ده الجيم؟ طالما عمودي يبقى ه فين؟ يبقى ه في منتصف د ج. فكده ال7 اتقسمت نصين هتبقى 3.5 و3.5، يبقى ده اله ب3.5 سم. على السؤال ده يا سيدي برضو بص هنا بيقول لك ايه؟ أ ب ج د الشكل رباعي مرسوم داخل دائرة اهو. أ دي راس على الدايرة وكذلك ب وكذلك ج وكذلك د، يبقى الشكل ده طالما كل رؤوسه على الدايرة يبقى هو رباعي دائري. بص بقى عطالك انه زاوية، الزاوية ج ب ه اللي هي اللي فين؟ اللي هي اللي بره. فبالتالي الزاوية الخارجة بتساوي ايه؟ قلنا هنعد بالقلم 3 مرات، بتساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها. فانت عندك ادي ب من اول ب اللي جوه تعد، بعد كده أ، بعد كده د، يبقى أصبح كده زاوية د شبه الزاوية الخارجة ب60 درجة. طيب فهو أول مطلوب يقول لك أنا عايز أ د ج، خلاص أ د ج ب60 درجة زي ما جبناه. تاني حاجة بيقول لك اثبت إن المثلث ده متساوي الأضلاع. مش أنت قال لك إن الضلع ده بيساوي الضلع ده؟ طيب طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية. طب عايز أجيب الزاويتين دول نطرح من كام؟ من 180. يبقى 180 ناقص 60 واقسمها على الاثنين كلهم هيطلعوا بستينات. طالما كلهم طلعوا بستينات يبقى المثلث ده ماله؟ مثلث متساوي الأضلاع. خلصت المسألة. يبقى بما أن أ ب ج د دي أهم حاجة تكتبها بالله عليك، شكل رباعي دائري، لأن أنا شفت إن رؤوسه كلها على الدايرة. يبقى إذا لقيت إن هو الراجل عطاني زاوية خارجة اللي هي ج ب ه، ج ب ه زاوية خارجة بتساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها، فعديت بالقلم 3 مرات لقيت نفسي عند زاوية د بتساوي 60. وبالله عليك ما تسيبها كده، اكتب لي الخاصية نفسها ان الخارجة بتساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها. لقيت كده انا جبت المطلوب الاول، لقيت ان هو الراجل عطاني ان ده الجيم بيساوي ده الالف، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية، يعني زاوية ج هتساوي زاوية د الف ج. نطرح من كام؟ نطرح من 180 ناقص 60 على الاثنين فيطلع كلهم ستينات. طالما كلهم طلعوا ستينات يبقى المثلث أ ج د متساوي الأضلاع. تعالى هنا رقم 11، انت ملاحظ بس المسائل اللي في الأول دي كلها عن الرباعي الدائري عشان بس ده أهم درس. أ ب ج د شكل رباعي، ما قالش إن هو رباعي دائري وأنت مش شايف إن في دايرة، خلاص ده شكل رباعي. احنا مطلوب مننا نثبت ايه بقى؟ ان هو رباعي دائري. طب نثبته ازاي؟ عن طريق خاصيه من 3 خواص. لو اثبتت خاصيه من 3 خواص شكرا انت كده اثبتت ان هو رباعي دائري. وطالما انت شايف المنظر ده حرف الام ده ادي اهو، دي قاعده
وادي ب أ ج وادي ب د ج. اعرف ان دي الخاصيه الثالثه على طول، ان زاويتان على قاعده واحده وفي جهه واحده متساويتان في القياس. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت شايف ان أ ه د دي كده زاويه ايه؟ أ ه د أ ه د اهو كده على بعض كده زاويه مستقيمه اهو، ده خط مستقيم اهو على بعض كده. طيب معاك ه اللي على اليمين دي ب 110 صح؟ تعرف تجيب لنا ه اللي على الشمال؟ ما هو مستر طالما زاويه مستقيمه احنا بنطرح من 180. 180 ناقص 110 يدي لك كام؟ يدي لك 70 صح كده؟ عشان أ ه ج دي زاويه مستقيمه. طيب بعد كده ده مثلث، اعرف اجيب زاويه د؟ لان زاويه د في ده مثلث اللي هو ه د ج نطرح من 180 ناقص 70 زائد 45 يطلع معايا 65. بس وصلت لل 65. شفت حاجه؟ لاحظت حاجه؟ مستر دي زاويه أ هي كمان ب 65. طب معلش قول لي أ 3 حروف وقول لي د 3 حروف. زاويه أ بص كده الكلام، بص كده الكلام، زاويه أ اسمها ايه؟ ب أ ج. واخد بالك انت؟ ب أ ج ب أ ج على القاعده ب ج، ابتديت من ب ونهيت عند ج. وكذلك د اسمها ايه؟ ب د ج، نفس الفكره، ابتديت بب ونهيت بج. فبالتالي دول كده زاويتان على قاعده واحده وفي جهه واحده، فبالتالي بيكونوا متساويتان في القياس. فدي ب 65 تبقى دي برضه هي كمان ب 65. يبقى انت كده اثبتت الخاصيه الثالثه، يبقى اذا الشكل الرباعي دائري. يبقى هنقول له كده بما ان اول حاجه قلنا ان أ ه ج لقيناها ان هي زاويه مستقيمه، فمعانا كده أ ه د دي ب 110، ه اللي على اليمين ب 110، عايز اجيب ه اللي على الشمال اللي هي د ه ج، فهنطرح 180 ناقص ال 110 هيطلع معايا 70 درجه. بعد كده لقيت نفسي في المثلث د ه ج، معايا ج ب 45 معايا ه ب 70. اعرف اجيب زاويه د؟ مستر ده مثلث اللي هو زاويه ب د ج. زاويه ب د ج هنطرح طالما مثلث هنطرح من 180 ناقص 70 زائد 45 فهيطلع معايا 65. اخدت بالي يا مستر ان طالما دي ب 65 وأ ب 65 يعني كده ب أ ج بتساوي ب د ج الاتنين على بعض ب 65. بس دول مش اي زاويتين، دي الخاصيه الثالثه، دول زاويتان على قاعده واحده وفي جهه واحده. خاصيه من خواص الرباعي الدائري ولا لا؟ خاصيه مستر. يبقى اذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري. ركز كده معايا في السؤال ده، وده كان اخر سؤال في اسكندريه السنه اللي فاتت. السؤال ده للاسف حتى في طلبه شاطره ما عرفتش تجيب نهايته او اتوتروا لما شافوه. اولا بيقول لك أ ب ج د رباعي دائري مرسوم داخل دائره، يعني بيقول لك ان أ ب ج د ده من الاخر رباعي دائري. حلو. أ ب قطر فيها، بالله عليك ما تفوت قطر فيها، يعني انت يا اما ان الدايره اتقسمت نصين يا اما في زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه. طيب لما أ ب ده قطر، قول لي بقى هل في زاويه طلعت من أ وراحت لد ورجعت تاني لب؟ مفيش يا مستر. طب هل في زاويه طلعت من أ وراحت لج ورجعت تاني لب؟ مستر ده أ مش متوصل بج. اصبح هنا مفيش زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره. طب اصبح ايه؟ ان قياس القوس أ ب ده بكام؟ ب 180 درجه. الراجل قال لي حاجه جميله، معلومه كمان، ان أ د قد د ج قد ج ب. طيب بالله عليك طالما القوس ده 180 درجه، الوتر ده قد الوتر ده قد الوتر ده، يبقى اكيد القوس قد القوس قد القوس. ما هو طالما الوتر بيساوي وتر يبقى القوس بيساوي القوس. طيب انت عندك كله ب 180 اقسمه على الثلاثه يبقى كل قوس فيهم بكام؟ اكيد كل قوس فيهم ب 60 صح كده؟ عشان 60 لما اضربها في الثلاثه هيديني ال 180. انا دلوقتي عايز اجيب زاويه مين؟ اول حاجه هو بيقول لي، لا هو هنا بيقول لي اول حاجه ابرهن ان ده الجيم بيوازي أ ب، خلاص بيوازوا بعض. ما هو يا ابني طالما ان القوس ده بيساوي القوس ده يبقى اكيد ده بيوازي ده، دي مش محتاجه كلام. لان انت عندك اصلا لما بديك معلومه ان مثلا ده الجيم بيوازي أ ب، انا اللي بقول لك ان دول بيوازوا بعض، فانت بتقول لي القوسين المحصورين قد بعض. طب هنا حصل العكس، ان القوس ده قد القوس ده،
خلاص يبقى اكيد ان ده الجيم بيوازي ا ب، وده كده المطلوب الاول. طيب المطلوب الثاني طلب مني زاويه ه ا د. الزاويه دي زاويه ايه عن الشكل الرباعي الدائري؟ مستر دي زاويه خارجه. طيب الزاويه الخارجه بتساوي مين؟ عد كده معايا بالقلم، 1 2 3، يعني قد زاويه ج. طيب هل انت معاك زاويه ج؟ ما معيش للاسف. تعرف تجيبها؟ اعرف اجيبها، وليها كذا حل على فكره، بس خلينا نقول واحده واحده. هي اسمها 3 حروف د ج ب، صح كده؟ اسمها ايه؟ د ج ب، يعني هي تقابل القوس اهو د ج ب، ابتديت بدال ونهيت بب، فهي تقابل القوس د ب. بس انه د ب؟ د ب الكبير ده. طيب القوس ده كله على بعض بكام؟ مش انت عندك ا ب ده ب 180 وعندك ده ب60، يبقى القوس ده ب كله على بعض بكام؟ 180 زائد 60 ب 240 يا مستر. طب يبقى هي قد ايه منه؟ نصه، لان الزاويه المحيطيه بتساوي نص قياس القوس، فهي زاويه ب 240 درجه، يبقى نصها اكيد ج دي هيكون ب 120 درجه. طيب نرجع بقى نستفاد ان الشكل رباعي دائري. قلنا الشكل الرباعي الدائري هو طلب مني الزاويه الخارجه، والخارجه بتساوي الداخله المقابله للمجاوره، يعني عد بالقلم 3 مرات يبقى هي قد ج. فطالما ج ب 120 يبقى الزاويه دي كمان الزاويه الخارجه برضو ب 120 درجه. يبقى تاني كده اول حاجه هنقوله ان ا د ده وتر بيساوي د ج بيساوي ج ب. طالما الثلاث اوتار قد بعض يبقى الثلاث اقواس قد بعض، يبقى القوس ا د بيساوي القوس د ج بيساوي القوس ج ب. طيب عايز اجيب الثلاث اقواس، هقسم 180 على الثلاثه لان هم 3 اقواس، فهتبقى بكام درجه؟ كل واحده فيهم ب 60. يعني معنى كده ان القوس ا د قد القوس ج ب، يبقى حقك تقول له ان ده الج بيوازي ا ب. طبعا حقي، لان طالما القوسين قد بعض يبقى اكيد ده بيوازي ده، يبقى اذا ده الج بيوازي ا ب، وده كده كان المطلوب الاول. المطلوب الثاني، انا عشان اقدر اجيب الزاويه الخارجه لازم اجيب زاويه ج الاول. طب زاويه ج اسمها ايه؟ اسمها د ج ب، زاويه مالها؟ محيطيه، تقابل القوس مين؟ تقابل القوس د ب الكبير، لان في د ب كده الصغير، لا انا تقابل القوس د ب الكبير. طيب القوس ده هي قد ايه من القوس؟ نص القوس. طب القوس ده ب على بعض كده، ده ب على بعض عباره عن كام؟ عباره عن الحته دي ب 60 ودي طبعا نص دايره ب 180، يبقى 180 زائد 60 ب 240. طالما القوس ب 240 يبقى اكيد الزاويه دي نصه، نص ال 240 هيطلع معاك ب 120. طيب الشكل بقى هو مش عايز ده ج ب، هو عاوز الزاويه الخارجه اللي هي ده الالف ه. طب الشكل ده ا ب ج د مش ده رباعي دائري؟ طيب يعني الزاويه الخارجه بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها، يعني ده الالف ه هتساوي زاويه الجيم، فطالما ج ب 120 يبقى هي كمان دي ب 120 درجه. رغم ان هي مساله سهله بس تهمني المساله دي. اولا انت شايف ان المثلث ده ماله؟ المثلث ده متساوي الساقين، قال لي ان ا ه بيساوي ه د. طب بالله عليك في مثلث ضلع بيساوي ضلع، انت هترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي ان زاويه بتساوي زاويه، دي ب 35 تبقى دي برضه ب 35. ما تعرفش تجيب زاويه ايه؟ مستر سهله، ده مثلث نطرح من 180 ناقص 35 زائد 35 فيطلع معايا ب 110. حلو. جبت انت ه المطلوب الاول ب 110. لاحظت حاجه بقى؟ المطلوب الثاني بيقول لك اثبت ان الشكل ا ب د ه رباعي دائري، يعني اثبت لي خاصيه من الخواص الثلاثه. طب يا مستر انا شايف ان دي كده زاويه خارجه ب 110، لو عدينا بالقلم 3 مرات 1 2 3 قد اله اللي احنا جبناها ب 110 ولا لا؟ قدها. يعني انت كده اثبتت الخاصيه الثانيه ان الخارجه بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. شكرا، طالما اثبتتهم ان هم قد بعض يبقى اذا الشكل رباعي دائري. يبقى هنقول له كده بما ان ا ه بيساوي ه د، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي زاويه، يبقى ه ا د قد ه د ا، فدي ب 35 تبقى دي برضو ب 35. اقدر اجيب زاويه ه؟ اي نعم، نطرح من كام؟ من 180 ناقص 35 زائد 35 فيطلع معايا 110. جبنا المطلوب الاول زاويه ه. لقيت بقى ان كده زاويه ه بتساوي زاويه ا ب ج اللي هي الخارجه،
عشان دي ب 110 ودي ب 110. يعني انت اثبتت الخاصيه الثالثه اللي بتقول الخارجه بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. يبقى اذا الشكل ا ب د ه فعلا شكل رباعي دائري. المساله دي غايه في الاهميه، بتتكرر بشكل بشع في الامتحانات. عندك اولا ان ه ا، وطبعا انت شايف انا هحلها عشان ا ب ج د ده برضه رباعي دائري. كل ما يخص رباعي الدائري انا هحله في الاول. طيب اولا ه ا وه ب دول عاملين شكل القرطاس اللي هم ممسين، وانا قلت لك ان طالما في ممسين يبقى دول كده بيساووا بعض. فانت عندك كده ه ا بيساوي ه ب. طيب ضلع بيساوي ضلع، يبقى الزاويه بتساوي زاويه. عايز اجيب الزاويتين دول نطرح من كام؟ ده مثلث يا مستر، هنطرح من 180 ناقص ال 80 واقسمها على الاثنين، يبقى كل زاويه فيهم ب 50. كده شكرا جبت ان الزاويه دي ب 50. تاني حاجه، الزاويه دي طالما محصوره ما بين مماس وما بين وتر يبقى دي على طول زاويه مماسيه. يبقى اعرف المنظر ده بالله عليك على طول كده. عندك دي دايره وده مماس اهو وده برضو مماس وده مثلث كده اتقفل، على طول ان دي زاويه مماسيه لان هي محصوره بين مماس ووتر. اختها مين؟ اختها المحيطيه. طب فين؟ اهو هتكون في وشها كده واخده من اول القوس لاخره. فمثلا لو ده مثلث ا ب ج ودي د يبقى على طول دي كده الزاويه المماسيه اللي هي تقابل القوس اهو ج ب، اختها المحيطيه اللي هي ج د ب. يبقى دي مثلا لو ب 50 يبقى على طول دي ب 50. دي احفظها كده على طول اول ما تشوف القرطاس. طب فين هي د هنا؟ هي د هي فعلا هي د برضه، لان الزاويه ه ا ب زاويه مماسيه تقابل القوس ا ب. فمين الزاويه المحيطيه اللي في وش القوس ده؟ اهو اللي هي زاويه د. اسمها ايه؟ اسمها ا د ب، فعلا واخده من اول القطر ا ب، من اول القوس اسف ا رايحه لد وراجعه تاني لب. يبقى هي تقابل القوس ا تقابل القوس ا ب، وهي الزاويه ا د ب. طب دي ب 50 تبقى الزاويه دي على طول، دول كده على طول بيكونوا قد بعض، المماسيه والمحيطيه اخوات. حاجه تانية، الشكل بقى بتاعنا ا ب ج د رؤوسه كلها على الدايره ولا لا؟ اه مستر، طالما رؤوسه كلها على الدايره يبقى الشكل ده ايه؟ رباعي دائري. كل زاويتين في وش بعض بيكونوا متكاملتان، اي مجموعهم 180 درجه. طيب ج في وشها مين؟ في وشها ا، لان ب في وشها د، انما ج في وشها ا. طيب عايز اجيب ا نطرح من كام؟ من 180 ناقص 130 فيطلع معايا 50. كده انا اثبتت المطلوب الاول. ليه؟ لان انت عندك الزاويه دي قد الزاويه دي ب 50 ودي ب 50. خلاص طالما زاويه بتساوي زاويه يبقى ضلع بيساوي ضلع، يبقى ب ا بيساوي ب د، وهو المطلوب اثباته. المطلوب الثاني بيقول لي اثبت ان ا ب، احنا برضه عملناه، ا ب يخش على زاويه ا ينصفها، زاويه ه ا د. ما هو نصفها فعلا، مش دي ب 50 ودي ب 50، خلاص يبقى ا ب فعلا دخل على زاويه ا نصفها، وهو المطلوب برضه اثباته. تعال نكتب كده البرهان بتاعنا. هنقول له بما ان نبدا من القرطاس الاول ان ه ا بيساوي ه ب عشان دول كده قطعتان مماستان. طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى زاويه بتساوي زاويه، يبقى زاويه ه ا ب بتساوي زاويه ه ب ا. هنطرح من 180 عشان ده مثلث عشان نجيبهم. 180 ناقص ال 80 على الاثنين فهيطلع معايا ب 50. تاني حاجه ان زاويه ه ا ب قلت لك بالله عليك ه ا ب دي زاويه ايه؟ زاويه مماسيه. مين اختها؟ اختها المحيطيه اللي هي ا د ب. الاثنين مشتركتان في القوس اهو، هو القوس ده مشتركتان في القوس ا ب، فالاثنين دول كده على طول بيبقوا اخوات. يبقى اذا قياس ه ا ب بيساوي قياس ا د ب، فدي ب 50 تبقى دي برضو كمان ب 50. حاجه تانية، لقيت ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري. يبقى انت امسك معلومه مستفاد منها. استفدت ان القطعتين قد بعض يبقى زاويتين قد بعض. استفدت ان في زاويه مماسيه ومحيطيه يبقى اكيد دول قد بعض، فدي زاويه في زاويه ب 50. المعلومه الثالثه ان في شكل رباعي دائري، فكل زاويتين في وش بعض ب 180، فانت معاك ج ب 130،
يبقى زاوية أ اللي هي ب أ د 180 ناقص ال 130 فهيطلع معايا ب50. لقيت بقى ان في زاويتين قد بعض، خمسينتين قد بعض، ضلع زاويه بتساوي زاويه، يبقى اذا ضلع بيساوي ضلع، يبقى ب أ بيساوي ب د، وده المطلوب الاول. تاني مطلوب برضو يعتبر اتثبت، لان انت عندك ان قياس زاويه ه أ ب دي ب50 وب أ د برضو ب50. بما ان ه أ ب دي ب50 بتساوي ب أ د برضو دي ب50، ففي زاويتين دول كده قد بعض، يبقى اكيد أ ب فعلا دخل على زاويه أ نصفها، يبقى أ ب ينصف زاويه ه أ د وهو المطلوب اثباته. هسيبك انت اعمل دي تدريب، اقعد كده ما تقعدش تتفرج عليا، اتفضل اشتغل. عندك هنا منتصف وعندك هنا مماس، اثبت لنا ان الشكل ده رباعي دائري، سهله جدا. تعالى المساله دي مهمه جدا من المسائل في الشكل الرباعي الدائري. الراجل قال لك ان أ ب قطر، انا مش هعمل زيك وافوت المعلومه، هستفاد. انا شايف ان أ ب قطر، ففي زاويه طلعت من الالف راحت لحرف ورجعت تاني لب، يبقى زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه. يعني زاويه أ ج ب بكام؟ ب90 درجه. حلو قوي. لاحظت ان دي ب90 ودي ب90، والراجل بيسالك على الشكل أ ه د ج، الشكل ده بيقول لي اثبته ان هو رباعي دائري. بالله عليك انت مش جبت ج ب90 وهو الراجل مشكورا عطلك ان هي ب90، جمعهم مع بعض هيعملوا كام؟ 180. شكرا، اذا الشكل رباعي دائري. تاني حاجه بقى، بص بقى تاني مطلوب، بيقول لك اثبت ان ب د ه اللي هي الزاويه دي بتساوي نص قياس القوس ب ج. انا عشان اثبتها بشكل مباشر مستحيل، لان دي مش زاويه محيطيه عشان اقدر اقول ان هي نص القوس، فللاسف هي عشان راسها مش على الدايره فبالتالي هي مش محيطيه، فما ينفعش ان انا اثبتها بشكل مباشر. خليك عارف، مش انت لسه ثابت حالا ان الشكل ده رباعي دائري؟ مستر. زاويه د دي اللي هي ه د ب زاويه ايه؟ زاويه خارجه. حلو، قلنا هنحرك القلم كم مره؟ 3 مرات، ادي 1 2 3، يبقى قد مين؟ يبقى قد أ. يبقى د عشان هي زاويه خارجه عدينا بالقلم 3 مرات فهي قد أ. أ بقى اسمها ايه؟ اسمها ب أ ج، زاويه محيطيه عشان راسها على الدايره تقابل القوس ب ج، يبقى اكيد قد ايه منه؟ نصه. يبقى زاويه أ كده معالي الباشا نص قياس القوس ب ج. خلاص شكرا. طالما أ بنص قياس القوس ب ج، مش أ قد منها د اللي هي ب د ه، خلاص يبقى هي كمان نص قياس القوس ب ج. يبقى تعالى كده نكتب مع بعض برهان واحده واحده. بما ان أ ب قطر، يبقى في زاويه محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه اللي هي أ ج ب بتساوي كام درجه؟ 90. ولقيت ما تسيبهاش قرعه كده، اكتب لي محيطيه مرسومه في نصف دائره قائمه. لقيت بقى ان أ ج ب هجمعها مع اللي في وشها اللي هي أ ه د، دي ب90 ودي ب90، مجموعهم ب180. تكتب لي كده زاويتان متقابلتان متكاملتان. يبقى اذا الشكل أ ه د ج رباعي دائري. ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عندك، بما ان انت لسه ثابت حالا رباعي دائري، يبقى اذا بقى كمل بقى المطلوب الثاني. اذا ان ه د ب مش دي زاويه خارجه، فبتساوي الداخله المقابله المجاوره لها، فعدينا بالقلم 3 مرات لقيناها ان هي قد زاويه أ اللي هي اسمها ب أ ج. اكتب له كده الزاويه الخارجه بتساوي الداخله المقابله المجاوره لها. يبقى ايه؟ وبما ان بقى ب أ ج زاويه محيطيه تقابل القوس ب ج، يبقى قد ايه منه؟ يبقى قد نصه، يبقى زاويه ب أ ج بنص القوس ب ج. طب بالله عليك طالما دي نص القوس يبقى اكيد هي كمان نص القوس وهو المطلوب اثباته، يبقى ه د ب هي كمان بنص القوس ب ج. المفروض ان سيادتك دلوقتي ما توقف الفيديو دلوقتي، ولما ان ده سؤال سهل اتفضل حاول تحله. الراجل قال لك هنا ان الشكل أ ب ج د مشكورا ان هو شكل رباعي دائري، حتى لو ما قالش انا شايف ان رؤوسه كلها على الدايره. طب انا عارف خاصيه من خواص الرباعي الدائري ان كل زاويتين في وش بعض مجموعهم 180.
طب ما انت معاك دي ب70، يبقى اللي في وشها بالله عليك اطرح من 180 فهتدي لك كام؟ 110. خلاص شكرا. ده مثلث طلب مني زاوية أ ب د، الزاوية دي مثلث هنطرح من كام؟ من 180. الموضوع انتهى. 110 زائد 30 140 اتبقى لي 40. شكرا. إذا زاوية أ ب د ب 40 درجة. تعال نكتب البرهان. بما أن أ ب ج د ده رباعي دائري، يبقى إذا قياس زاوية أ اللي في وش ج هنطرح 180 ناقص 70 فهتطلع معايا ب 110. بعد كده في المثلث أ ب د عايز أجيب زاوية ب اللي هو طلبها مني اللي هي أ ب د، 180 ناقص 110 زائد 30 فهيطلع معايا 40 درجة. تعالى دول مسألتين على الرباعي الدائري برضو حلوين جدا وبيتكرروا كتير في الامتحانات. بيقول لك أ ب ج د ده متوازي، أ ب ج د ده متوازي أضلاع. الخاصية اللي انت المفروض فاكرها من 6 ابتدائي في المتوازي ان كل زاويتين في وش بعض قد بعض، غير شكل رباعي. شكل رباعي كل زاويتين في وش بعض مجموعهم 180، اما المتوازي كل زاويتين في وش بعض قد بعض. يعني أ قد مين؟ قد ج. طيب الراجل قال لك معلومة ان أ ب بيساوي ب ه. مش طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية؟ يعني زاوية أ قد زاوية ه، صح يا ابني؟ مش أ أصلا من خواص المتوازي أ قد ج؟ طب ما هو ه برضو يبقى قد مين برضو؟ يبقى ه قد ج. يبقى ملخص الكلام ده متوازي فواحد قد 2. من خواص المتوازي ان كل زاويتين في وش بعض فواحد قد 2. طب ده ضلع بيساوي ضلع يبقى زاويه بتساوي زاويه يبقى واحد قد 3. يبقى 3 و2 برضو قد بعض. هل كده انا اثبتت ان الشكل ه ب ج د ه ب ج د رباعي دائري؟ لان 3 دي بالنسبه للشكل الرباعي ده زاويه خارجه. بص كده عرفت منين؟ عد كده 3 مرات، 1 2 3. قد فعلا 2 ولا لا؟ طب ما انت فعلا اثبتت ان الزاويه الخارجه اللي هي رقم 3 بتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها اللي هي رقم 2. يبقى حقك تقول له اذا الشكل رباعي دائري ولا لا؟ حقك لان انت اثبتت خاصيه من الخواص الثلاثه. يبقى هنقول له كده بما ان أ ب ج د متوازي اضلاع، يبقى إذا كل زاويتين في وش بعض قد بعض، يعني أ قد ج. طيب ولقيت إن في ضلع أ ب بيساوي ب ه، ضلع بيساوي ضلع يبقى في زاوية بتساوي زاوية، يبقى زاوية واحد قد زاوية 3، يعني أ قد ب ه أ. يبقى أكيد ه اللي هي رقم 3 قد 2 ولا لأ؟ أكيد ب ه أ اللي هي رقم 3 قد رقم 2 اللي هي ج. طيب ب ه أ رقم 3 دي زاوية ايه؟ زاوية خارجة عن الشكل الرباعي بتساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها. يبقى حقك معالي الباشا تقول لي إذا الشكل ه ب ج د ده رباعي دائري. المسألة دي من غير ما تبص على المعطيات انت أ وب وج ود ده شكل رباعي دائري لأن الرؤوس كلها فين؟ كل الرؤوس على الدايرة. لكن استنى بالله عليك، هل م ب ج د ده شكل رباعي دائري؟ لا، هي ب وج ود على الدايره، لكن هل م راسها على الدايره شبه أ؟ لا، يبقى الشكل ده عمره ما هيكون رباعي دائري. طب يا مستر اتعامل مع المساله ازاي؟ انت شايف زاويه م، انا اشطر منك وبسال الزاويه انت نوعك ايه؟ م طبعا نوعها زاويه مركزيه. مين اختها المحيطيه اللي هي أ؟ قد ايه منها؟ نصها، فدي 2 س يبقى اكيد دي سينيه واحده. حلو. الشكل بقى لسه قايلين ان أ ب ج د ده رباعي دائري، يعني كل زاويتين في وش بعض مجموعهم 180. بالله عليك مش أ في وشها ج؟ خلاص، أ عباره عن س، ج عباره عن 2 س، مجمعهم وهيطلع ب 180. هتعرف تجيب السين اللي هو عايزه. يبقى هنقول له كده بما ان زاويه م زاويه مركزيه اختها أ زاويه محيطيه، الاتنين مشتركتان في القوس دي اسمها ب م د وب أ د، يعني مشتركتان في القوس ب د. يبقى أ قد ايه من م؟ يبقى أ بنص م. طب ما هو م عبارة عن 2 س فنصها هتبقى س واحدة، يبقى أ ب س. طيب عندك بقى الشكل أ ب ج د ده شكل رباعي دائري، يعني كل زاويتين في وش بعض اللي هي الألف والجيم مجموعهم 180.
طب ما هو أ عبارة عن س، ج عبارة عن 2 س بيساوي 180، س و2 س 3 س بيساوي 180، اقسم على التلاتة، اقسم على التلاتة، أصبح السين ب60 درجة. طب ما هو س مين؟ اللي هي زاوية أ. شكرا، يبقى الألف هي كمان ب60 درجة. تعالى كده المسألة دي، الراجل هنا بيقول لك إن قياس القوس أ د بيساوي قياس القوس د ج. حلو. وزاوية الب ب70. بص هنا، هل الراجل جاب سيرة رباعي دائري؟ ما هو أنت لو مش واخد بالك إن أ وب وج ود كل الرؤوس على الدايرة مش هتعرف تحل المسألة. إن هو كده الراجل عطلك فعلا شكل رباعي دائري بس على الرسمة، ما كتبش، عادي براحته. شكل رباعي دائري كل الزاويتين في وش بعض مجموعهم كام؟ 180. يبقى أصبح ب ب70، يبقى د في وشها 180 ناقص 70 هيدي لك 110. طيب المعلومة الثانية اللي تستفاد منها إن القوس قد القوس، طالما القوس قد القوس يبقى الوتر قد الوتر. يعني الضلع ده الألف قد الضلع ده الجيم. تعرف تجيب الزاويتين دول؟ مستر ده مثلث، هطرح من 180 ناقص 110 هيديني 70، أقسمها على الاتنين تبقى 35 35. يبقى كده جبنا الزاوية ده الجيم ألف. طلب جيم ألف ب، جيم ألف ب سهلة برضه. هل دي استفدنا منها؟ ما استفدناش، مش هنعرف نحل غير لما نستفاد منها. طب أ ب قطر، قلت لك اطلع من أ روح لحرف وارجع تاني لب، اسمها زاوية ايه؟ ج. أ ج ب، يبقى زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة قائمة. طيب مش أ ب ج ده مثلث؟ معاك زاوية الب ب70، معاك زاوية الج ب90، تعرف تجيب لنا أ اللي هو طالبها اللي هي ج أ ب، مصر 180 ناقص 90 زائد 70 هيطلع معايا 20 درجة وهو المطلوب. تعالى كده نكتب البرهان بتاعنا. بما أن أ ب ج د ده رباعي دائري، يبقى إذا كل زاويتين في وش بعض ب 180. معايا ب ب70 اللي في وشها د، نطرح 180 ناقص 70 فيطلع معايا ب 110. طيب لقيت إن القوس قد القوس، القوس أ د قد القوس د ج، قوس قد القوس يبقى الوتر قد الوتر، أ د قد د ج. يعني الضلع قد الضلع، بقدر اجيب الزاويه قد الزاويه، فزاويه د أ ج هتساوي زاويه د ج أ، نطرح 180 ناقص 110 على الاثنين فهيطلع معايا ب 35. ده كان المطلوب الاول. المطلوب الثاني لازم عشان نعرف نجيبه، انا شايف ان أ ب قطر، يعني زاويه أ ج ب بتساوي 90 درجه، فاعرف اجيب زاويه أ اللي هي ج أ ب، هنطرح 180 ناقص 90 زائد 70 فهيطلع معايا ب20 درجة. تعالى تهمني المسألة دي برضو، بيقول لك أ ه قطر، هتعدي؟ عدي، بس مش هتعرف تحل المسألة. أ ه قطر، اطلع من أ روح لد وارجع تاني له. شكرا، لسه قايلين حالا، يبقى دي زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة قائمة. تعرف كده انا خلصت المسألة؟ ازاي يا مستر؟ مش د دي اسمها أ د ب؟ عادي انزل لحد تحت، أ د ب. حلو، يعني أ د ب انت اثبتها ان هي 90 درجة صح؟ والراجل مشكورا قايل لك أ ج ب برضه ب 90 درجة. بالله عليك انت اثبتت الزاويتين دول قد بعض، دول زاويتين ايه؟ مصر دي بادئة بألف وقفلت عند ب، بدأ بألف وقفلت عند ب، دول زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، أ د ب أ ج ه، زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، وسيادتك أثبتت إن الاتنين قد بعض كل واحدة فيهم 90، إذا الشكل رباعي دائري. يبقى هما كلمتين ورد غطاهم في البرهان. بما أن أ ه ده قطر، يبقى اذا بص، رغم ان هي مساله شكلها يخوف لكن هي في الاخر كلمتين ورد غطاهم. يبقى اذا قياس زاويه أ د ه عشان واخده من اول القطر لاخره ب 90 درجه. كده شكرا. أ د ه هي أ د ب، هي نفس الزاويه. طالما انت اثبتت ان أ د ب بتساوي زاويه أ ج ب كل واحده فيهم ب 90، ودول كده زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، إذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري. برضه هنا نفس الفكرة، اثبت أن النقاط أ ب وج ود تمر بها دائرة واحدة
بالبلدي عشان ما تتخضش من الاسم ده كده، يبقى بالبلدي بيقول لك اثبت ان هو شكل رباعي دائري. الراجل اعطانا ان ا ب بيساوي ا د اهو، ا ب بيساوي ا د. طب ما هو ضلع بيساوي ضلع، يبقى اكيد الزاويه في المثلث ده، في المثلث ا ب د، طالما في ضلع قد ضلع ده قد ده، يبقى زاويه قد زاويه. نطرح من كام؟ من 180. معانا زاويه ا كلها ب 80. نطرح 180 ناقص 80 على الاثنين يطلع كل زاويه فيهم ب 50. لاحظت حاجه لما جبت ال 50؟ مستر دي زاويه د اسمها ا د ب، ودي زاويه ج اسمها ا ج ب. برضه نفس الفكره، انت اثبتت ان هم قد بعض ودول زاويتين على قاعده واحده وفي جهه واحده، اذا الشكل ا ب ج د رباعي دائري. يبقى هنقول له كده في المثلث ا د ب، انت قايل لي يا عم الحاج ان ا ب بيساوي ا د، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي زاويه، يبقى زاويه د بتساوي زاويه ب اللي هي ا ب د. نطرح 180 ناقص 80 على الاثنين يبقى كل زاويه فيهم ب 50. لاحظت بقى حاجه ان قياس ا د ب قد ا ج ب، دي ب 50 ودي برضه ب 50. يبقى اذا دول كده زاويتين على قاعده واحده وفي جهه واحده، اذا الشكل ا ب ج د رباعي دائري. تعالى كده برضه هنا الراجل ما جابش سيره رباعي دائري، ولكن انا شايف هنا ان ا وب وج ود كلهم رؤوس على الدائره. طالما ا ب ج د ده شكل رباعي دائري، زاويه ب معالي الباشا دي زاويه ايه؟ زاويه خارجه، فبتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. فهنعد بالقلم 3 مرات، 1 2 3، يبقى ب دي قد د. طالما ب ب 100 يبقى اكيد د برضه ب 100. طيب عندك المثلث ا د ج، معاك د ب 100، معاك ا ب 40، تعرف تجيب لنا زاويه ج؟ مستر ده مثلث، هنطرح من 180 ناقص 100 زائد 40 فهيطلع معايا 40. لاحظت حاجه لما جبت ال 40؟ زاويه بتساوي زاويه، يبقى ضلع بيساوي ضلع، طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى قوس بيساوي قوس، يبقى القوس ا د بيساوي القوس د ج، وهو المطلوب اثباته. يبقى بما ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري، يبقى اذا قياس الزاويه ا ب ه بتساوي قياس زاويه د. اشمعنى؟ عشان ا ب ه دي زاويه خارجه، فبتساوي الداخله المقابله للمجاوره لها. هنعد بالقلم 3 مرات، هتكون قد د. في المثلث بقى ا د ج، معاك ان ا د بيساوي د ج، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي زاويه، يبقى زاويه ا قد زاويه ج. هنطرح 180 ناقص ال 100 معاك ومعاك ال 40 فهيطلع معايا ب 40. يعني في زاويتين قد بعض يبقى في ضلعين قد بعض، يبقى ا د قد د ج. طالما في وتر بيساوي وتر يبقى اذا القوس بيساوي القوس. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي مساله قدام منا جت في امتحان السنه اللي فاتت، محافظه البحيره، ولكن انا في رايي بصراحه هي مساله مفتريه شويه، مش في المطلوب الاول، في المطلوب الثاني. المطلوب الاول اصلا يعتبر هو الراجل حلهولك. ليه؟ هو بيقول لك اثبت ان ا ه د ج رباعي دائري. ا ه د ج رباعي دائري. طيب انا شايف في زاويتين كده صح؟ الزاويه دي اسمها الاولانيه اسمها ايه؟ اسمها ج د ا اهي، ج د ا بكام درجه؟ ب 90. والزاويه الثانيه ج ه ا، ج ه ا بكام درجه؟ ب 90. لاحظت حاجه وانا بتكلم؟ بقول ج د ا، ج ه ا، ابتدت بجيم ونهت عند ا، ابتدت بجيم ونهت عند ا. وهو الراجل مشكورا عاطيلك ان الزاويتين فعلا قد بعض، يبقى دول زاويتان على قاعده واحده وفي جهه واحده، اذا الشكل رباعي دائري. فعشان كده بقول لك المطلوب الاول هو الراجل اصلا يعتبر حللهولك. احنا بس ان هنكتب فيه ايه؟ بما ان قياس زاويه ج د ا بيساوي ج ه ا بيساوي 90 درجه، زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، إذا الشكل ا ه د ج رباعي دائري. طيب المطلوب الثاني، تعالى بقى نمسح ده كده وركز معايا. المطلوب الثاني اثبت ان ج ب، ادي ج ب
ينصف زاوية ه ج س. ينصف زاوية ه ج س. طيب يعني بيقول لك اثبت ان ب ج ده لما يخش على زاوية الجيم يقسمها نصين، يعني واحد يكون قد 2 من الاخر. لو انت اثبتت ان واحد قد 2 يبقى انت فعلا كده حققت اللي هو عايزه. طيب خلينا نمسك كل واحدة فيهم ونفصصها واحدة واحدة وركز معايا. زاوية رقم 1 اسمها 3 حروف ب ج س. زاوية رقم 1 اسمها ب ج س. زاوية محيطية عشان راسها على الدايرة تقابل القوس ب س. ب ج س زاوية محيطية تقابل القوس ب س. تعرف تطلع لي زاوية محيطية أختها تقابل نفس القوس؟ فكر كده لوحدك، هو تقابل القوس ب س. لو عايز الزاوية تجيلك لحد عندك انت ما تدورش عليها، اطلع من ب. اكيد بقى مش هتروح لجيم، سكة جيم خلاص احنا خلاص دي زاوية رقم 1. اطلع سكة تانية وارجع تاني لسين. فهتلاقي ان في هنا ب ألف، ارجع تاني لسين كده، دي رجعت، يبقى ب ألف س. فهمتني كده؟ زاوية ب ج س تقابل القوس ب س. في سكة تانية للقوس ب س غير الجيم، ب ألف س. فدي كده زاويتان محيطيتان مشتركتان في القوس ب س. فواحد كده قد 3 ولا لأ؟ واحد قد 3. 3 دي عندك مانع لو سميتها ه؟ ادي بص همسح ده كده الخطين دول. عندك مانع لو سميتها ه ألف د؟ مستر والله هي ب ألف س، هي ه ألف د. كده كده الاتنين بيتكلموا على زاوية رقم 3. يبقى ه ألف د. أختها مين؟ أنا قلت ه ألف د، يعني ابتديت به ونهيت عند د، فبرضه خش على سكة تانية اطلع من ه اللي هي ه ج د. شايف كده؟ الاتنين دول زاويتان مشتركتان على القاعدة ه د. يبقى تاني زاوية رقم 3 اسمها ه ألف د، وزاوية رقم 2 اسمها ه ج د. طب ما انت لسه ثابت حالا في المطلوب الأول الشكل ده رباعي دائري، يعني ه ألف د وه ج د زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، يبقى 3 قد 2. يبقى 1 قد 3 عشان دول زاويتين محيطيتين مشتركتين في القوس ب س. 2 قد 3 عشان دول زاويتان على قاعدة واحدة اللي هي ه د وفي جهة واحدة. طب بالله عليك 1 قد 3 و2 قد 3 يبقى 1 و2 قد بعض ولا لا؟ قد بعض. يبقى إذا الشكل، يبقى إذا ب ج ينصف زاوية ه ج س وهو المطلوب إثباته. يبقى واحدة واحدة كده نكتب برهان. بما أن زاوية رقم 1 اللي هي اسمها ب ج س قد زاوية رقم 3 اللي هي اسمها ب ألف س، عشان دول زاويتان محيطيتان مشتركتان في القوس ب س، يبقى أكيد الاتنين كده قياسهم قد بعض، ب ج س قد ب ألف س. كده أنت بالبلدي قلت إن 1 قد 3. عاوزين نقول الاتنين قد 3، وبما إن ه ألف د تساوي ه ج د عشان دول زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، يبقى أكيد 1 قد 3 و2 قد 3. أكيد 1 و2 قد بعض ولا لأ؟ يبقى إذا قياس زاوية رقم 1 اللي هي ب ج س قد زاوية رقم 2 اللي هي ه ج ب. يبقى إذا ب ج يخش على زاوية ج اللي هي ينصف زاوية ج اللي هي ه ج س، أكيد هيخش عليها ينصفها. تعالى كده السؤال ده الراجل بيقول لك إن أ ب بيساوي أ ج، الضلع ده قد الضلع ده. أ ب بيساوي أ ج، طالما ضلع قد ضلع في مثلث يبقى أكيد زاوية ب قد زاوية ج. بيقول لك ب بقى اتقسمت نصين، ب س ينصف زاوية ب، وج اتقسمت نصين، ج ص ينصف زاوية ج. بالله عليك طالما ب كلها قد ج كلها يبقى نص ب قد نص ج ولا لا؟ أكيد مستر. نص ب هنا اللي هو عندك س ج ص، ده نص ج، ونص ب اللي هو س ب ص. طب خلاص شكرا، اثبتت انت كده رباعي دائري. مستر ازاي؟ ما انت عندك يا ابني س ج ص وس ب ص الاثنين على قاعده واحده اللي هي س ص، اللي انا بدات بس ونهيت عند ص وفي جهه واحده، اذا الشكل رباعي دائري. شكرا خلصت. يبقى بما ان
ألف ب بتساوي ألف ج، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى زاوية ب قد زاوية ج. عايز أقول له بقى إن ب مقسومة نصين وج مقسومة نصين، أغش دول زي ما هم، أكتبهم زي ما هم، إن كده ب مقسومة نصين وج مقسومة نصين. يبقى إذا نص ج اللي هو س ج ص بيساوي نص ب اللي هو س ب ص. دول كده زاويتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة، يبقى إذا الشكل ب ج س ص رباعي دائري. تعالى كده آخر مسألة بقى في الشكل الرباعي الدائري. يبقى أنا كده يعني فعلا حليت كل أفكار الشكل الرباعي الدائري اللي جت في محافظات السنة اللي فاتت. بص يا سيدي، بيقول لك إن الشكل أ ب ج د ده شكل رباعي دائري. فأنت عندك زاوية ب دي زاوية إيه؟ زاوية خارجة، فقلنا الخارجة بتساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها، فهنعد بالقلم 3 مرات، 1 2 3، يبقى هي قد مين؟ يبقى هي قد د. فب ب 95، يبقى أكيد د برضه كلها على بعض، كده أنت فهمت إن د كلها على بعض ب 95. حلو؟ د كلها ب 95. طيب عطلك المعلومة الثانية إن قياس القوس أ ب بكام؟ ب 110. طيب نص ال 110 أو مين الزاوية المحيطية اللي في وشه؟ مستر القوس اسمه أ ب، يبقى أ د ب، فالزاوية دي نص قياس القوس لأن دي زاوية محيطية أكيد هتكون ب 55، لأن نص ال 110 55. خلاص شكرا. هو طلب بقى باقي د اللي هي ب د ج، فهنطرح 95 ناقص 55 هيديني ب 40 درجة، لأن د كلها ب 95، الجزء اللي على الشمال ب 55، عايز أجيب باقيها هيطلع ب 40. يبقى هنقول له كده بما أن أ ب ج د شكل رباعي دائري، يبقى إذا قياس الزاوية الخارجة اللي هي ج ب ه بيساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها اللي هي د، فدي ب 95 يبقى دي برضو ب 95. معاك بقى إن الزاوية أ د ب زاوية محيطية تقابل القوس أ ب. طب ما هو القوس ده ب 110، يبقى زاوية أ د ب محيطية نص القوس، يعني نص ال 110 هتكون ب 55. أعرف أجيب بقيتها؟ اللي هي ب د ج، ما هي د كلها ب 95 والجزء اللي على الشمال ب 55، يبقى ب د ج هيساوي 40 درجة. تعالى كده بقى نتكلم على مسائل تانية. بيقول لي إن أ ب وأ ج قطعتان ممستان. طب أنا لسه قايل لك طالما في شكل القرطاس ده قطعتان ممستان فدول بيكونوا قد بعض. الضلع أ ج بيساوي الضلع أ ب، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية. نعمل إيه؟ نطرح من 180 ناقص ال 40 على الاتنين، هيطلع كل زاوية فيهم ب 70. وبعدين قال لي إن في توازي أ ج بيوازي د ب. التوازي ده نستفاد منه ايه؟ التوازي ده عمل لسيادتك حرف الزد. فين حرف الزد ده مستر؟ اهو. فالزاوية دي ب70، يبقى كده الزاوية دي كمان بكام؟ ب70 عشان حرف الزد. طلب ايه هو بقى؟ طلب ج م د. اولا هو ب ج ينصف زاوية ب عشان دي ب70 ودي ب70 يبقى نصفها، يبقى انت كده جبت المطلوب الاول. المطلوب الثاني طلب زاوية م. طيب ب دي زاوية محيطية اسمها ج ب د. م ج م د اللي هي زاوية مركزية، فأكيد هتكون ايه؟ الميم ضعف الألف، لأن المحيطية نص المركزية، فالمركزية ضعف المحيطية يعني قدها مرتين، يعني هتكون 70 في 2 ب 140. يبقى هنقول له كده بما أن أ ب بيساوي أ ج عشان دول قطعتان ممستان، ضلع بيساوي ضلع، يبقى زاوية بتساوي زاوية، يبقى أ ب ج قد أ ج ب. نطرح من كام؟ من 180 ناقص ال 40 على الاتنين، يبقى كل زاوية فيهم ب 70. عندك المعلومة التانية إن أ ج بيوازي ب د، طالما في توازي فعمل لك حرف الزد، يبقى أ ج ب بيساوي قياس زاوية ب اللي هي اسمها ج ب د. دي ب70 تبقى دي ب70 بالتبادل. بعد كده بقى زاوية ج م د اللي هو عايزها، دي زاوية مركزية، أختها المحيطية اللي أنت لسه جايبها حالا ج ب د، الاتنين مشتركتان في القوس ج د، ده القوس اللي في وشه ج د.
يبقى م قد ايه من ب هتكون قدها مرتين، يعني 2 في 70 هيطلع مع معاليك ب 140. تعال هنا في السؤال ده، انت عندك هنا كم قطعتان ممستان؟ 3. أ س وأ ع قطعتان ممستان، ده ب5 يبقى ده برضو بكام؟ ب5. ج ع وج ص برضو قطعتان ممستان، ده ب7 يبقى ده برضو بكام؟ ب7. ب س وب ص برضو قطعتان ممستان، ده ب8 يبقى ده برضو بكام؟ ب8. هو بقى عايز محيط المثلث كله على بعض، خلاص جمع الحفلة دي كلها على بعض وخلص. يبقى هنقول له بما ان أ س بيساوي أ ع عشان دول قطعتان مماستان، يعني كل واحد فيهم هيكون بكام سنتي؟ ب5 سنتي. وبما ان ع ج وج ص ع ج بيساوي ج ص عشان برضو دول قطعتان مماستان، فده ب7 يبقى ده برضو بكام؟ ب7. وعندك ب س بيساوي ب ص برضو عشان دول قطعتان مماستان، ده ب8 يبقى ده برضو ب8. عايز اجيب بقى محيط المثلث كله على بعض، هجمع 8 زائد 8 زائد 7 زائد 7 زائد 5 زائد 5، ادي 10 10 و14 24 24 و8 32 و8 40، يبقى هيطلع معايا 40 سم. طيب بص السؤال ده، اوجد طول القوس. سيادتك لازم تكون حافظ القانون عشان تعرف تجيبه. طول القوس بيساوي قياس القوس على قياس الدايرة في محيط الدايرة. طيب بس قياس القوس ده قد ايه؟ ده 3/4 الدايرة. يعني ايه 3/4 الدايرة؟ يعني 3/4 360 اللي هو كام؟ لو انت ضربت 3/4 في 360 هيطلع لك ب 270. يبقى قياس القوس ب 270. تعالى نكتب القانون كده. طول القوس بيساوي قياس القوس على قياس الدايرة في محيط الدايرة اللي هي 2 باي. قياس القوس اللي هو لسه قايلين حالا ب 270 على قياس الدايرة كلها 360 في محيط الدايرة اللي هي 2 في باي اللي هي 22 على 7 في نق اللي هو معاك بكام؟ ب 21 سم. واشوف ده على الآلة هيطلع لي بكام. سؤال 12 ده سؤال مباشر جدا بالله عليك، بس اهم حاجة تكون عارف الشكل ده، المنظر ده انت هتطبق في القانون. طيب ألف جوه ولا بره؟ لا يا مستر دي بره، يبقى القانون بيقول لك ان قياس زاوية ألف بيساوي نص. عندك طالما بره يبقى ناقص القوس الكبير الاول اللي هو ه ج ناقص القوس الصغير اللي هو ده ب. يبقى انت عندك نص ه ج ب 100 ناقص ده ب ب 30. 100 ناقص 30 يديني 70. 70 نصها كام؟ نصها 35 درجة. تعالى كده السؤال ده بيقول لك أ ب مماس، وانت سيادتك شايف ان ده نصف قطر. ساعات ممكن ما يرسمكش نصف القطر ده على فكرة، فانت خلي بالك ممكن انت ترسمه. فالمماس بيكون عمودي على نصف القطر، يعني زاوية ب دي، بس خلي بالك هل دي ب كلها؟ لا، دي زاوية أ ب م مش ب كلها. طيب زاوية ب دي كده بكام؟ ب90. تعرف كده تجيب لنا زاوية م؟ مستر مش ده مثلث؟ نطرح 180 ناقص 90 زائد 40 يطلع معاك الميم ب50. السؤال ليك يا معالي الباشا، هو زاوية م دي زاوية ايه؟ مركزية اسمها ج م ب. هو طلب ايه بقى؟ طلب ج د ب. طب دي اختها ليه؟ اختها المحيطية، قد ايه منها؟ نصها. شكرا. يبقى ب25. واحد ما جاتش معاه او ان هو مش واخد باله ان دي زاوية مركزية ودي اختها المحيطية. كمل. مش دي زاوية مستقيمة؟ نطرح 180 ناقص 50 فهيديني كام؟ 130. يعني دي زاوية مركزية ب 130. طيب عندك الضلع بيساوي الضلع، ليه؟ لأن م ب وم د دول أنصاف أقطار، فأنت عندك ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية. نطرح 180 ناقص 130 هيدي لك 50 على الاثنين، يبقى كل واحدة فيهم ب 25 درجة. فأنت عاوز تجيبها من الأول إن دي مركزية ومحيطية يا إخوات مفيش مشكلة. عايز تكمل بزاوية مستقيمة بعد كده تطرح 180 ناقص 130 على الاثنين برضه مفيش مشكلة، الاثنين صح. يبقى نقول له كده بما ان أ ب ده مماس، فالمماس بيكون عمودي على نصف القطر، يعني أ ب عمودي على ب م، يعني زاوية أ ب م بكام درجة؟ ب90 درجة.
طيب بعد كده اقدر اجيب زاوية الميم اللي هي ب م ألف. نطرح 180 ناقص 90 زائد 40 فيطلع معايا 50. اعرف اجيب بقى زاوية الدال، لان م ب م ج دي زاوية مركزية، اختها المحيطية ب د ج، الاتنين مشتركتان في القوس ب ج، يبقى قد ايه منها؟ يبقى ب د ج اكيد هتكون نصها. نص ال50 كام؟ 25 درجة. وبكده يبقى بفضل الله حلينا مسائل كتير من افكار المحافظات السنة اللي فاتت. كان معاكم مستر احمد حافظ، السلام عليكم.